عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مكملين مع بعض بقية زينة رمضان. هنعمل حامل للحيطة حلو قوي. قد ايه بصوا، جميل وفي منتهى الجمال، وخطوات بسيطة قوي ان شاء الله هتطلعوا بالنتيجة دي. وانا شغالة هقول لكم مقاسات وهنزلها لكم بحيث تبقى سهلة بالنسبة لكم تقدروا ان انتوا تنفذوها. بس لأول مرة بقى تشوفيني ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. انا محتاجة ايه عشان ابدأ اعمل العلاقة بتاعتي؟ انا عايزة ورق فوم. اهم حاجه انا عايزه ورق فوم لون الفضي وورقتين من اللون الاسود. اي لون تاني ده بتاعك انت، ممكن تغيري الالوان اللي انت عايزاه. انا عندي واحد احمر وواحد ازرق. الازرق والاحمر دول بتوعك، غيري زي ما انت عايزه. طيب انا هعمل بيهم ايه؟ اول حاجه انا عايزه الاسود دول عشان انا عايزه ارسم زي فانوس بالشكل ده، انا طبعاه. هتجيبيه، انا ممكن اسيب لكم الموقع اللي انا جايبين منه على تحت في صندوق الوصف، ممكن تجيبيه عادي سهل ما فيهوش اي مشكله. بتطبعيه وهنبدا نقصه، وهقصه بالشكل ده كده. وبدات ان انا افرغ الجزء اللي جوه ده. تمام. وهعمل ايه تاني؟ انا عايزه نجوم. برضو الحجم النجمه انا حسيت يعني حاجه نسبه وتناسب، عايزه واحده اصغر منها شويه وحاجه اكبر منها بشويه بالشكل ده. تمام. انا كل ده بعمله على ورق من بره، وبعد كده هبدا ارسمه على الفوم بحيث ما تقصقصش من الفوم ويبوظ منك. وعايزه هلال. طبعا الهلال ده بيبقى سهل جدا، مجرد بطبق، اي طبق كده بتجيبي طبق وتبداي ان انت ترسمي برضو بالحجم اللي انت عايزاه. تبداي ترسمي الهلال بتاعك بالشكل ده كده وتبداي تقصقصيه. بيبقى سهل ما فيهوش اي مشكله خالص في رسمه. والنجوم احنا عملنا نجوم مع بعض كذا مره بالورق. ولو ما عندكيش او مش عايزه ترسميه على يعني بايدك كده، لو عندك القطاعه اللي هو شكل النجمه ممكن ترسميها بيها هتبقى مظبوطه معاكي وزي الفل. انا هعمل ايه؟ هبدا بقى اجيب اللون الاسود، انا هعمل بيه الفانوس بتاعي. هبدا اجيبه كده، ومن الظهر هبدا ورق ابيض عشان يبقى بالنسبه لي اسهل في الرسم. هجيبها كده وابدا ارسمها، وهتبداي تشوفيها عادي كده. نعملها بالقلم الرصاص عشان لو في اي غلطه وانتي ماشيه ايدك طلعت بره او حاجه تبقى سهله ان انت تمسحيها كده. ارسمها كلها. هعمل اربع فوانيس بالشكل ده، هعملها واقصها عشان ما ناخدش وقت ونيجي نشوف شكلها عامل ازاي. خلاص كده انا قصيت الفوانيس بتاعتي بالشكل ده. تمام. وقصيت النجوم، عملت من كل لون واحده كبيره وواحده صغننه، لونين كل واحده صغيره وكبيره، والهلال بتاعي. طب انا هعمل ايه؟ انا عندي قصاقيس من اللون الذهبي واللون الابيض. ممكن تستعملي لون واحد، ممكن تستعملي لونين زي ما انا عامله، ده حسب الموجود عندك. بس انا عشان عندي الوان فانا هستعملها. هعمل ايه؟ انا عاملها جزء صغير كده، هبدا احطها للفانوس بتاعي عشان يبقى بالشكل ده كده. تمام. هبدا بقى ايه؟ اجيب اللزق بتاعي وهبدا الزقها بالشكل كده بالشمع كده، حاجه بسيطه، وابدا الزق. وزي ما قلت لك باي لون، ما عندكيش فوم ممكن تستعملي اي ورق ملون بالشكل ده كده. نعمل واحده اصفر، وهعمل يعني هنعمل اتنين اصفر واتنين ابيض او ذهبي، او حسب بقى الموجود عندك، او حابه اللي انت حباه هتستعمليه مفيش مشكله فيه كده. يبقى كده انا الفوانيس بتاعتي بقت جاهزه والنجوم والهلال. طب هعمل ايه بقى؟ اول حاجه دلوقتي هعملها، انا عايزه، عندي ده عباره عن قطعه من الخشب. طب طبعا انت ممكن ما يبقاش عندك، انا ده عشان موجود عندي فانا هستعمله عشان يبقى متين معايا او يعيش معايا اكتر. لكن طبعا انت لو ما عندكيش مفيش مشكله، ممكن تجيبي قطعه من الكرتون ماشي وتحطيهم على بعض. يعني تجيبي قطعه كرتون وتعمليه جزء طويل ماشي، وتحطيهم يعني تحاولي ان انت تطخنيه، ان انت تحطي جزئين او ثلاثه فوق بعض وتلزقيهم على بعض بحيث يبقى تخين شويه ويتحمل معاكي. طيب هعمل بيها ايه؟ انا هتاخدي الحجم اللي انت عايزاه او الطول اللي انت عايزاه للحيطه والجزء اللي انت عايزه تستعمليه، وهغلفه. انا عندي ده مشمع. ممكن لو عندك ستيكر اللي هو ستيكر خياميه هيمشي معاكي كويس جدا. ما عندكيش، عندك قماش خياميه هتستعمليه. لو ما عندكيش ده ولا ده وعندك اي قماش لونه كويس هيمشي معاكي او يمشي مع لون الفوانيس والهلال اللي احنا عاملينه برضه هيمشي، مفيش اي مشكله خالص. تمام. بس انا الموجود عندي انا بمشي ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا هجيب الجزء العصايه بتاعتي كده
او الخشبه بتاعتي وهبدا اغلفها. هبدا احطها كده بسم الله، وهبدا الفها بالشكل ده كده، وباستعمال اللزق المشمع الشمع، وهبدا ان انا الزقه كده بالشكل ده. انا هلفها كذا جزء، يعني هحط مشمع وهلفها كذا جزء بحيث ان هو برده يبقى ماسك نفسه كويس، وهبدا الزقها. هلزقها عشان الوقت ونيجي نشوف شكلها. خلاص كده انا غلفت الخشبه بتاعتي كلها بالفوم. هتعمليها بقى، شوفي اللي انت عايزه تغلفيه بيها. يعني انا عملتها بالمشمع، المشمع برده ده خيامين. طيب انا هعمل ايه؟ انا عندي ده شريط ساتين، بتجيبيه من اي حد من اللي بيبيعوا الخيط، هيبقى موجود عنده. تمام. انا جبت بكره بحيث ان انا هستعمل بعد كده حاجات تانية بيها. طب انا هعمل ايه؟ انا هبدا اعمل شرايط. طب مقاساتها قد ايه؟ اول حاجه انا الخشبه بتاعتي دي، لو حابه تعملي بالمقاسات بتاعتي، انا الخشبه دي عباره عن 90 سنتي، او لو هتعمليها كرتون اي حاجه هتستعمليها، يبقى طولها 90 سنتي. هنعمل شرايط. اول شريط هنقصه عباره عن كام سنتي؟ اول شريط هيبقى 30 سنتي. هعمل شريطين، يعني هحط شريط في الجنب الاولاني وفي اخر الجنب. يبقى هعمل من كل حاجه هقولها لك، اكتبيها عندك عشان ما تتلخبطيش. اول شريط 30 سنتي، بعد كده هعمل 45 سنتي، 60 سنتي، 75، واكبر حاجه 90. وهعمل من كل شريط اتنين عشان هحط على كل طرف شكل. خلينا في المقاسات عشان ما نتلخبطش، وهنشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا معايا اول شريط ده كام سنتي؟ 30 سنتي. هاجي على حرف الخشبه بتاعتي وهبدا الزقها كده. انا واضحه كده. هجيب كده الشريط وهبدا الزقها على الحرف بسم الله كده، وتلزقي الشريط بتاعك. تمام. طيب انا هسيب مسافه بين كل شريط والشريط التاني 11.5 سنتي، بحيث يبقى كل الشرايط بتاعتي مظبوطه. يبقى اول شريط 30 سنتي، تاني شريط هنعملوه هيبقى 45 بالشكل ده. طب هسيب قد ايه بين كل شريط وشريط؟ 11.5 سنتي. باستخدام مسطره بقى عندك هتقيسي كده 11.5 او 11.5، وهبدا الزق الشريط التاني. تمام. هكمل بقيه الكميه بالشكل ده بالشكل ده. طيب عشان ما تلخبطوش، المقاسات اهي برضو لو حبيتي تصوريها. يبقى طول الخشبه هيبقى 90 سنتي، هنقسمها من كل شريطه والتانيه 11.5 سنتي. اول واحده 30، 45 ده طول الشريطه. تالت شريطه هيبقى طولها 60 سنتي، تالت شريطه او رابع شريطه 75، واكبر شريطه هتبقى 90. وهنكرر الشريط تاني. هكمل بقى بقيه الجزء التاني نفس ما عملت الجزء ده، ونيجي نشوف هنعلق فيها ايه تاني. خلاص كده انا ركبت كل الشرايط بتاعتي. هعمل ايه؟ انا هبدا بقى اركب النجوم والفوانيس بتاعتي. هعمل ايه؟ انا هبدا باول فانوس، الفانوس الصغير احطه في الشريط الصغير، النجمه الصغننه كده بالشكل ده. هجيب النجمه الصغننه، استنوا كده عشان تبان معايا كده. هبدا اجيب النجمه وهنلزقها كده على طرف بالشكل ده كده. واضحه معايا كده. يبقى ركبت اول نجمه. تاني حاجه هركب واحده من الفانوس هنا كده. الفانوس بتاعي، وبعد كده هحط النجمه الكبيره. النجمه الكبيره هتبقى احنا حاطين ازرق، هيبقى الثانيه ايه؟ الحمراء الكبيره بالشكل ده. هنسى كده. تمام. واخر حاجه هنحط الفانوس الفضج. يبقى حطينا هنا الفانوس الذهبي. اخر واحد هنحطه فانوس الايه؟ الفضج. هنحط برضو جزء من الشمع بسم الله. تاكدي بس ان انت ماشيه ايه كده. نحط شمع
نبدأ نحط الايه الفصوص بتاعنا. اخر حاجة بقى الجزء الاطول، اطول شريط هو ده اللي هنحطه فيه الهلال. نبدأ برضو تأكدي بصي الشريط بتاعك بس ماشي في نفس الايه كده عشان ميبقاش ملفوف كده. هنبدأ نحط شمع كده، وهنلزق الهلال بتاعنا. خلاص كده بصوا انا علقتها كلها، يعني لزقتهم كلهم وعملت زي ما عملت الجزء اللي احنا عملناه مع بعض، عملنا الجزء التاني زيه. عامه انا هعلقها دلوقتي عشان تشوفوا شكلها وتشوفوا شكلها بقى عامل ازاي، الشكل النهائي بتاعها. خلاص كده بصوا شكلها بعد ما تركبت بقت شكلها جميل ازاي. قد ايه هي بسيطه قوي ما فيهاش اي حاجه، وفي نفس الوقت النتيجه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده جميله وزي الفل. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله.